خسارة تونس وانتصار هولندا بالثلاثة جعل موعدا ناريا في الدور القادم مع المغرب. فهولندا أمام المغرب، وهولندا أظهرت صورة وأظهرت إمكانيات عالية خلال دور المجموعات، وكذلك في مواجهة نارية صعبة لكلا المنتخبين نتمناها إن شاء الله للمغرب، لكن هولندا أظهرت نفسها بشكل جيد. بطبيعة الحال يعني ما إن أعلن على أنه من مباريات دور 16 مباراة ما بين المنتخبين المغربي والهولندي، حتى صارع خبراء كرة القدم والمحللون الصحفيين إلى الحديث على مباراة أقوى مباراة على مستوى دور 16. لا 32 وليس 16. دور 16 يعني قبل ال 16 دور 16 يعني 16 مباراة. على طول راحوا بررها 16 عشان لهجة جميلة، اللهجة المغربية صح؟ طبعا دور 16 يعني هو الدور 32. ايوه هو الدور 32. شوف يا مساعد، انتم على طول مسكتوا على طول. انتم تحسبون بالفرق، احنا نحسبها بالمباريات. ألن تكون هناك 16 مباراة في الدور الثاني؟ صحيح. إلا 16 مباراة بيلعبوها 32 منتخب. أنت تقولوا الدور 32 وإحنا النهائي بيكون ما بين فريقين بس. كناية على مجموعة المنتخب 16 مواجهة. ايش أجمل؟ هذا تعبير، هذا بس عندي سؤال النهائي بيبقى ما بين فريقين. لكن خلونا في المباراة يا أخي. طيب خلونا في الإعصار الأحمر مع الطواحين. عندي سؤال. نعم. هل هي المواجهة الأخطر والأصعب؟ لأن هناك من يرى أن البرازيل واليابان قد لا شوف، مع تقديري الكامل للبرازيل والمنتخب الياباني، هذه أجمل مباراة. بمجرد انك ما تشاهد المنتخب الهولندي وتشاهد المنتخب يعني الافيش، مش اجمل مباراه يعني هي ايوه اجمل مباراه يعني الاقوى هي الاقوى بكل تاكيد. لانه حتقول مع نفسك بعد هذه المباراه كاس العالم ستخسر فريقا. هذا هو التعبير، بمعنى أن أي منتخب خسر من هذا الدور، من هذه المباراة، ستخسره كأس العالم. حتى مباراة البرازيل لا هي أيهم لا تقل يعني من المباريات، خلينا نقولوا في مجموعة مباريات قمم. المغرب وهولندا قمة، البرازيل واليابان لا تقل أيضا قيمة فنية، وهذا سيتأكد على الميدان. بس مواجهة جميلة. بالنسبة لمواجهات المغرب وهولندا، أنا تابعت المنتخب الهولندي، أنا مرتاح وهذا رأي يلزمني. المغرب تلقى راحة أكثر لما تلعب مع المنتخبات الكبرى. أكثر شيء المغرب يقلقها هي المباريات اللي تكون بين ظفرين مع المنتخبات الصغرى بين ظفرين. حتى في كأس أفريقيا المغرب يتألق لما تكون مباريات كبرى، بس لما تكون مباريات مع فرق متواضعة غالبا ما تلقى. اليابان والسويد يتعادلان هدف لهدف ويتأهلان للدور القادم. صابر من عشاق المعلومات، للمرة 11 على التوالي منتخب اليابان لا يخسر أمام منتخبات أوروبا. وكمان بما ان انت ذكرت الرقم ال 11، ودي كمان المره ال 11 اللي السويد فيها بيصعد للدور الثاني في تاريخ مشاركاته في كاس العالم، رقم ال 11 وال 11. بس انا في رايي الشخصي انه الظهور الجيد للسويد في هذه البطوله يحسب اكثر مما يحسب للمدرب جرام بوتر. تخيل دي 9 مباراه بيقود فيها الفريق. السويد كانت فين ودلوقتي السويد كانت فين؟ شكل مغاير تماما. السويد من المنتخبات اللي احنا بنعتبرها وصلت نهايات كاس العالم بالصدفه، وصلت بس بسبب النظام اللي اعتمده الاتحاد الدولي في التاهل، انما في التصفيات لم يحقق اي فوز في اي مباراه، ووجوده كان على سبيل الصدفه في رايي الشخصي. تنوع الحلول، واليوم لما نتكلم عن تنوع الحلول، مساهمة ما بين تسجيل وصناعة. 10 لاعبين مختلفين ساهموا بأهداف المنتخب الياباني وكانوا سببا في وصافة المجموعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. حلقة جديدة من سلسلة الثبات في المستوى المنتخب الياباني في آخر المشاركات، حتى في 2022 لم يخسر. الشيء يذكر عندك أصعب البرازيل واليابان من المغرب وهولندا. أنا في رأيي هتكون ترددت تحت الهواء تقول أصعب. لا مع بدر كانت مباراة جميلة. هي مواجهة الأفيش البرازيل واليابان.
صابر دائما يكون صادقا وصريحا بمساعد. انت اردت ان يختلف حسابات فاختلف. التوازن. لا. شوف صحيح، انا من نظره عينيه. شوف يا اوبتا، شوف يا اوبتا، روح على اوبتا انت أوبتا ولا جوجل؟ لا اوبتا، جوجل نسى اوبتا ما يتذكر اي شيء. مش حد يحلف حسابات معاه أبداً. التوازن في حسابات التوازن. أيوة. التوازن الادائي. انا اشوف انه مباراة البرازيل واليابان تميل للبرازيل بشكل كبير بعد ما شفنا المباراتين الاخيره للبرازيل وتبصمت انشيلوتي اللي اليابان بظهور مميز في هذه النسخه. طيب خليني بكمل. يلا تفضل. شوف بكمل تفضل خليك تكمل. طيب حبيبي، يعني البرنامج لك تفضل، لان الحين بدر بيجي بمباراه 18 يجي. يلا شوف البرازيل الان مع انشيلوتي قاعده تقدم اداء مختلف، ما هو بالبرازيل اللي نشوفه. اليابان صحيح فريق متطور، لكنك انت في حسابات التوازن والربح والخساره ترشيح انت تستصعب ابدا ترشيح المغرب ولا هولندا لان كلاهما قوي، لكن في حسابات اليابان والبرازيل انت مع البرازيل؟ اي مع البرازيل ضد اليابان. البرازيل ترشح اكثر من اليابان؟ اي نعم. بعد اللي شفته انا من انشيلوتي، بعد ما شفته من انشيلوتي، شوف الكرة ليست جري فقط. الكرة ليست جري. اليابانيين قوة بدنية هائلة بالجري. الكرة ليست. إذا كانت الكرة الآسيوية اليوم تفخر بمنتخب اليابان، يجب أن تفخر بمنتخب. هذا أنا أتفق معك. أقرب منتخب يلعب كرة قدم أوروبية يا بد أنا بناء على المهارات الفنية، المهارات البدنية والمهارات التكتيكية. راجل شوف كيف يدبروا المباريات. تفخر؟ لا أنا ما أتفق معك أنك تقول الأفضل آسيويا منه. كيفاش انا تفخر اسيا اذا حقق كاس العالم، سمعت؟ لكنك تقول لي الافضل، انا اقول لك اليابان الان الافضل. اليابان الافضل، لكن انا مقاييسي تعتمد على ما شاهدت في المباراتين. اليابان نعم. اليابان مالها غير البرازيل مع انشيلوتي تغيرت. شفنا استراتيجية مختلفة في الأداء، شفنا تقنية جديدة على البرازيل استوعبوها. وستريك الأيام ما كنت جاهلا. شوف فينس لو ينتقل بهذا. وستريك الأيام ما كنت جاهلا. سترى من اليابان ما يعجبك، وسترى من البرازيل ما يقنعك أنك لن تعيد كلمة تفخر باليابان. لا قلت لك انا افخر. لا ما نفخر، احنا نفخر. انا ما عندي لا مصاهره مع اليابان ولا شيء. انا اليابان بشوفها، انا عاشق كرة انا افخر بالمغرب لانها وصلت نصف النهائي. لا شوف اليابان اذا كان هناك من مرجع لكرة القدم الاسيويه في العمل وفي الايمان بالمشاريع وفي الاحتفاظ على تطور اليابان. نبيل أنا بصراحة نشوف مواجهة اليابان والبرازيل واحدة قمة من القمم. واليابان اليوم بعد تأهلها منتخب اليابان، لا ما تقيسوش على منتخب اليابان اللي أنا مع بدر، ما تقيسش على منتخب اليابان اللي بالأداء اللي أظهروا أمس أمام السويد. لا الأمس ما قواش النسق منتخب اليابان. فريق محترم طبعا، محترم جدا محترم جدا. نتفق على هذه. في مواجهة منتخب أمام منتخب البرازيل لن تكون المهمة سهلة أبدا، وستكون مباراة فيها منافسة عنيدة جدا بين خطط تكتيكية مختلفة جدا بين نبيل. أنا أقول لك مقاييس التفوق، أنا بس هذا اللي لا أنت حطيت كأنه هو يقاطعك، يعني ما يخليك ما يعطيك مجال. لا مرة زي بدر اللي يقاطعك وياخذ الطريق كله. يعني من الكلمة الثانية البرازيل لن تكون مهمتها سهلة أمام اليابان، وأنا متفق مع بدر في هذا الكلام. نعطيك عنوان للمباراة. السرعة في مواجهة المهارة. ممتاز. طيب. يلا شوف مين بيكسب. ممتاز. الاستراتيجية الجديدة البرازيلية في مواجهة. طيب أنا دلوقتي مش عارف الخلاف. يا صابر هذه الأمور بعيدة على كلهم متفقين عليها. كلنا إن السعودية المرشح الأبرز كلهم متفقين عليها. ممتاز. نذكركم في الترتيب النهائي للمجموعة السادسة بعد انتهاء كل مجموعات كل مباريات المجموعة. هولندا في صدارة المجموعة السادسة، اليابان بالوصافة، والسويد في المركز الثالث، وتأهلت كأفضل ثالث ضمن أفضل 8 ثوالث. لسه طبعا في كثير من الأمور قد تحدث في مسألة من يتأهل، لكن الأهم أن اليابان تأهلت والسويد بالأربع نقاط كذلك تأهلت. إذن اليابان والسويد وهولندا من هذه المجموعة أعطوا دلائل أنهم مستحقوا العبور والاستمرار في البطولة. والله الصورة هذه ما عادش نحب نشوفها كثير بصراحة، عشان تونس اللي فات ترتيب تونس يعني توجع القلب. فنفضل أنه دائما الصورة هذه تبعد علي. قلت لك أنا ماذا بيا الصفحة هذه نمزقها من تاريخ كأس العالم حتى لا تظل هذه الخيبة عالقة في أذهاننا.
لأنه ما حدث للمنتخب التونسي في هذه المشاركة هو شيء يندى له الجبين. إن شاء الله من هذه المشاركة السيئة التي لا تمثل التوانسة ولا تمثلنا كعرب تكون بداية صفحة جديدة، مزيد من الازدهار في النتائج وكذلك بإذن الله الأمور الناجحة سواء لتونس ولجميع منتخباتنا، وإن شاء الله تستمر كذلك منتخباتنا العربية في هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في الاستمرار بالنتائج والاستمرار والتقدم في كأس العالم.